دلوقتي زي ما انتوا شايفين دي واجهة البرنامج، ده الفوتوشوب. فاللي ما يعرفش البرنامج ما يقلقش خالص، هيتعلم معايا ازاي يقدر يظبط الصور النهارده. فاول حاجه بنعملها نيو، علشان بنكريت صفحه ان احنا نحط عليها الصوره. ليه انا بعمل نيو ما بفتحش اوبن الصوره على طول؟ لان انا بحب اشوف انا عاوزه احط الصوره دي ولا اعمل بيها ايه بالظبط. عايزه اعمل لها برنت يعني اطبعها، ولا انا عايزه احطها على الويب على اي شاشه، ولا انا عايزه اخد الابعاد بتاعه الصور من هنا. فانا دلوقتي انا بحب مثلا اطبع الصوره مثلا، فباجي هنا بختار المقاسات بتاعه الصوره، ماشي. يا اما انا بكتبها من هنا، بكتب العرض وبكتب الطول بتاع الصوره اللي انا عاوزاه، يا اما انا بختار مقاسات من هنا موجوده اساسيه، ويا اما انا باجي عند الويب علشان انا مثلا عايزه احط الصوره على شاشه اعرضها على شاشه، فبختار الويب. وهنا الويب بيكون المقاسات بتاعته اللي هي الشائعة اللي الناس كتيرة بتستخدمها، فانا دايما بختار الشائعة الاولانية ديت، وبعملها برضو في الصورة المصغرة عندي على اليوتيوب. ولكن النهاردة هوريكم انا ازاي بظبط الصورة واخلي الاضاءة بتاعتها حلوة جدا ومظبوطة جدا. فعندنا حاجتين، لو انتوا هتحطوا الصورة على الويب فبتكون هي RGB، تمام، ركزوا في الحتة دي. لكن لو انتوا هتطبعوها، لو انتوا ناس بتصور صور وعايزة تطبع الصورة، فهتختاروا دايما اللي هي السيان وماجنتا ويلو، علشان الطباعة بتكون افضل بالسيان والماجنتا ويلو، ما ينفعش بالار جي بي. فبتختاروا اللي هي SMYK color، تمام. وبتختاروا المقاسات زي ما احنا قلنا. عشان ما اطولش في الجزئيه دي انا هختار الويب واختار الكومن اللي هو المقاس الشائع واعمل كرييت على طول. طبعا اللون الابيض ده مش هيفرق معايا لان انا هحط عليه الصوره، ولكن انا عملت كده علشان المقاس. وهاجي هنا اعمل نيو لاير، دايما بعمل نيو لاير، ولكن ما افتح الصورة هفتحها من فايل اوبن، وهختار الصورة اللي انا عاوزاها. مثلا تعالوا نختار الصورة دي وهنقول اوكي اوبن يعني. انا ليه اخترت الصورة دي؟ انا اخترتها عشان هي فيها مشاكل، ولكن هي مش واضحة. المشاكل دي هبينها لكم دلوقتي حالا. فانا هاخد الصورة دي كده، بشيل القفل من عليها، وامشوا معايا خطوه بخطوه عشان اللي ما يعرفش حاجه في الفوتوشوب هيعرف ان شاء الله. هنيجي نحط الصوره هنا علشان المقاس بتاعها. دلوقتي الصوره كبيره جدا زي ما انتم شايفين، فبنعمل ايه عشان نصغرها؟ بنعمل حاجه اسمها convert smart object. بنيجي كليك اليمين ونعمل convert smart object، يا اما بنيجي عند اللايرز هنا وهنلاقوا برضو هنلاقي هنا smart object وconvert smart object، ماشي. دلوقتي هنعمل كنترول تي من الكيبورد وهنصغر وهنكبر من الالت شيفت. لازم نضغط على الالت شيفت عشان الصورة ابعادها ما تبص معانا، وهنصغر ونشيل ايدينا من الالت شيفت ديت، ونبتدي نجيب الصورة كده نكبرها بالبكرة الصورة عشان نقدر نشوف احنا بنعمل ايه. ودلوقتي انا بمسك بالمسافة اللي هي في الكيبورد واقدر اعمل كده زي ما انا عاوزة عشان اشوف كويس، وبرضو الت شيفت واصغر تاني واقول اوكي. اهم حاجه تكونوا عاملين اللي هي convert smart object عشان نقدر نلعب في الايه، في الاضاءه بتاعه الصوره، عشان لو حبينا نلغي نقدر نلغي براحتنا ما نبوظش الصوره. بس دايما انا بحب اعمل دوبليكيت للصوره، يعني بعمل لها بسحبها كده واجي عند اللاير هنا علشان اعمل لها كوبي يعني. فانا هعمل اشيل العين من التانية دي خالص وخليني في واقفه على اللي انا هشتغل عليها دلوقتي، واجي هنا ايمج واجي عند adjustment. طالما احنا بنلعب في الصورة في الوانها دايما تختاروا ايمج، تمام. adjustment دي اللي بتختار اللي بتلعب في الاضاءة بتاعة الصورة. هتلاقوا كل دي حاجات بتلعب في اضاءة الصورة. دلوقتي هنختار اول حاجة انا عندنا اللي هي البرايتنس. انا ممكن برضو اشرحها لكم عشان هي اول واحدة، انا مش لازم امشي بالدور ولكن انا هقولها لكم عشان هي برضو مهمة. البرايتنس ديت بتلعب في الاضاءة بتاعة الصورة. لو جيتوا هنا هتلاقوا ان انتوا بتفتحوا الصورة، لو جيتوا كده هتلاقوا ان انتوا بتغمقوا الصورة. فانتوا ممكن ايه، الصورة محتاجة تتفتح ولا محتاجة تتغمق. فمثلا نيجي نفتحها شوية ونبص على البريفيو هنا ونشوف انا فتحت قوي ولا غمقت. فبرضو اعمل كده واظبط، واجي هنا الكونتراكت ديت بتخلي الصورة برضو الاضاءة بتاعتها تتظبط او الوضوح يعني. اسحب كده مثلا، لا كده انا مثلا الصورة مش عاجباني، فهمتوا؟ فانتوا هتفضلوا تظبطوا بالطريقه دي. بس انا برضو مش ده اللي انا يعني مش دي اللي بتخليني اقدر اظبط الصوره حلو قوي. فانا هعمل كانسل وهوريكم حاجه تانية، الايمج ادجستمنتس
وانا بحب اظبط الصورة جدا جدا من حاجتين، الليفلز والكيرفز. الليفلز هنا بتسحبوها برضو، بتجيب من الشمال هتلاقوا ان هي لما تسحبوها على جوه بتغمق، شايفين؟ ولما تسحبوا من هنا بتعمل ايه؟ بتفتح. فدي هنا اللي بتلعب في الاضاءة، ودي هنا برضو بتلعب في الاضاءة بس بتخليها ايه؟ تغمق. فانا مثلا دلوقتي هسحبها على خفيف علشان بصوا هتلاحظوا حاجة كده معايا، اعملوا بريفيو. بصوا هتلاحظوا ان هنا دي الصورة بعد ما انا لعبت في الاضاءة. لاحظوا كده، بصوا الستارة هنا عاملة ازاي، بصوا بعد لما قبل ما اظبطها، بصوا تحس ان هنا كان في ضوء او كان في ستارة بيضة مخلية الصورة مش حلوة. فبصوا لما انا لعبت في الاضاءة وغمقتها سنة، حسيتوا ان الستارة لونها باين، الستارة بقى لونها حلو. بصوا بدل ما هي كانت عاملة كده. فده انا بحب اجي عند الليفلز ديت اظبط منها اضاءة الصورة. طب ايه كمان بقدر اظبط اضاءة الصورة؟ لو انا عملت اوكي بصوا عشان دي سمارت اوبجكت ظهرت لنا هنا ايه؟ ان انا اقدر الغيها واقدر ارجعها. لكن لو انا مش عامله سمارت اوبجكت مش هتظهر لي دي، فبالتالي مش هقدر ارجع. لو عايزه ارجع الصوره تاني مش هعرف، فاهمين؟ فانا بخليها سمارت اوبجكت. عشان كده دلوقتي هاجي عند الايمج برضو واوريكم حاجه تانية حلوه جدا، الكيرفز. الكيرفز ديت برضو بتظبط الصوره، ان انتوا لو عملتوها على شكل حرف الاس، بس مش لازم اس قوي يعني، لا هي حرف الاس على خفيف كده هتظبط لكم برضو الصوره. بصوا بريفيو، بصوا. بس طبعا انا عشان انا عامله الليفلز، فخلي بالكم انا مظبطه من الليفلز، فما اجيش بقى هنا اظبط قوي، لا احاول ان انا يعني امشيها كده على خفيف برضو عشان الصوره كده متظبطه. فكده بصوا كده انا ظبطتها كده قبل ما اظبطها، فانتوا شايفين اني احلى. فساعتها انتوا تختاروا الاضاءه اللي انتوا حاسينها ماشيه حلوه. بس انا حاسه ان هي لا، انا يعني معليه الاضاءه قوي، لا يبقى اغمقها شويه. بصوا يعني افضلوا ظبطوا على كده اهو. لا برضو حاسه ان انا معليه الاضاءه شويه، اقللها شويه. فهمتوا؟ تفضلوا يعني هي تفضلوا على حرف الاس، بس في نفس الوقت ما تبعدوش قوي. وانا الميزه في الليفلز والكيرفز ان انا بختار حاجه واحده منهم بس وبعمل منها الصوره. فانا مثلا بصوا لو شلت الليفلز دلوقتي، الكيرفز برضو مخليه الصوره حلوه مش وحشه. بصوا قبل الكيرفز بصوا فرق شاسع. طب لو لغينا الكيرفز وخلينا الليفلز، يعني بصوا تحسوا ان هما الاتنين بيعملوا نفس الافكت معانا. لكن لو عملناهم مع بعض بصوا هتحسوا ان هي لا، الصوره لمعت قوي. انا عايزاها طبيعيه على قد كده، مش عايزاها يعني مش عايزه اخلي الاضاءه عاليه قوي ولا عايزه اخليها قليله. طبعا لو جينا بقى برضو عند الايمج والادجستمنتس، حاجه تانية برضو بعمل بيها الصور. دي طبعا برضو بتلعب في الاضاءه، ولكن انا بصراحه ما بحبش استخدمها. هي برضو بصوا الاولانيه بصوا بتعلي الاضاءه شويه، بتقللها من هنا، فاهمين؟ برضو بنفس الطريقه. اكتر حاجه يعني تحاولوا ان انتوا ايديكم تكونوا خدت عليها، او ان انتوا تكونوا اتعودتوا الابعاد المظبوطه تستخدموها، فساعتها ممكن تستخدموا دي لو انتوا هتعرفوا تظبطوا منها. هي برضو مش وحشه. بصوا بريفيو الصوره برضو لا اتظبطت معايا حلوه، اوكي ماشي عجبتني. ما عجبتنيش ساعتها ممكن الغاها من هنا، فهمتوا؟ بصوا في فرق، بس انا حاساها نورت الصوره بزياده، فانا مش عاوزه كده. فانتوا يعني تقعدوا تظبطوا من هنا. هتيجوا عند الايمج برضو ادجستمنت، حاجه تانية مهمه جدا انا بحبها اللي هي الهيو اند ساتوريشنز. الهيو اند ساتوريشنز دي لو جيتوا عندها انا بظبط منها حاجتين في الاضاءه. باجي هنا عند اللايتنس وبجيبها كده لو عايزه اعلي الاضاءه، وبغمقها شويه لو عايزه اقلل الاضاءه من هنا، فاهمين؟ ومثلا انا خليتها -5. بصوا حلوه اهي، بصوا هتلاقوا يعني حاجه خفيفه قوي حصلت. طب لو انا عايزه اعليها سنه، اجيب مثلا اخليها موجب مثلا 5 كده، انا عليتها قوي فبرضو لا حصل مشكله، فانا لا ارجعها تاني، يعني فاهمين؟ تفضلوا تظبطوا لغايه ما تحسوا ان الصوره انتوا راضيين عنها. طبعا الناس اللي بتصور يا جماعه فوتوغرافر مهم جدا ليهم قوي الفيديو ده. بصوا هنا المهم قوي برضو الساتوريشن انا بستخدمه جدا. ليه؟ لانه هو بيوضح لي معالم وشي. يعني لو انا بصور حد
وحاسه ان هو حاطط بودره كتير او وشه مثلا لونه ابيض قوي ومش مظبوط، فانا عايزه الوش يكون لونه حلو كده ومظبوط، فباجي عند اللي هي الساتوريشنز دي وبعليها شويه. بص كل ما بعليها الصوره بتحمر، ده طبعا مش كويس، لكن انا عايزه اخليها ايه يعني اللون البينك بتاع الطرحه يبان، عايزه خدودها تبان، فبعمل ايه، فبعلي الصوره شويه. فانا عجباني كده. بصوا بريفيو، بصوا قبل وبعد، بصوا تحسوا وشي كان فاتح قوي، دلوقتي بصوا اتظبط ازاي. الهيو بقى نفسها دي ما بستخدمهاش خالص في الاضاءه، ولكن هوريكم بستخدمها في ايه، بس لما يجي وقتها. ثانيه واحده بس اوريكم انا وقتها. هنقول اوكي دلوقتي. عايزه بس اوريكم الفرق ما بينهم كلهم. بصوا لو شلت الليفلز وخليت الهيو لوحدها يعني حلوه، بس بص الليفلز بصوا نطقتها، فهمتوا؟ فانتوا بتفضلوا تلعبوا في الاضاءه بالمنظر ده. طيب تعالوا نشوف ايه كمان، وبعد كده هقول لكم الهيو بتعمل ايه. ايمج ادجستمنت، ونشوف ايه كمان اللي ما عملناهوش. الكولر بالانس دي انا ما بستخدمهاش بصراحه خالص، لانها هي برضو بنفس الطريقه ان هي بتلعب في الدرجات. يعني مثلا الاحمر، احنا عندنا اصلا قلنا شرحت موضوع الالوان ده قبل كده، ان الصوره عباره عن ريد وجرين وبلو. فالاحمر ان احنا عايزين نوضحه، فبنيجي عند هنا بنعلي الاضاءه الحمراء. طبعا انا مش عاوزه كده، او بنقللها، فيجي عند الازرق، فالازرق ده معناه ان انا بقلل الاحمر في الصوره. دي ممكن تستخدموها لو انتوا حابين تغيروا الوان الصوره خالص يعني، ماشي، او ان انتوا توضحوا حاجه فيها او تقللوا حاجه فيها. فانا مثلا عايزه الهايلايتس بتاعه الصوره، يضغط على الهايلايتس واجي برضو عند الريد، وعايزه عايزه الاحمر يظهر لي قوي بقى، عايزه الاضاءه بتاعه الاحمر نفسه تظهر. فبصوا الصوره بقت عامله ازاي، هي بقت حلوه على فكره كده. فممكن اقللها شويه واعمل بصوا ريفيو، بصوا لا حلوه، فاقللها برضو سنه وهكذا. فهنا الهايلايتس، وهنا الميد تونز، ماشي، وهنا الشادو اللي هو الظل، الحاجات اللي هي مش عارفه هتبان لكم لو عملتها. بصوا الشادو اللي هو، بصوا لو خدت بالكم الستاره فيها شادو، فيها ظل، فالظل ده بصوا بيبان ازاي اهو، شايفينه؟ هو طبعا عشان اغمقت. طب بصوا تعالوا نفتحها، بصوا الظل اللي في الصوره اللي هي الاضاءه، فبتيجي بقى بتبان بالمنظر ده. طبعا بتبان على حسب الالوان برضو اللي انتوا بتلعبوا فيها، اذا كان ريد ولا جرين ولا سيان ولا ماجنتا، فاي حاجه هتظهر على حسب انتوا اختياركم. نقول اوكي. بصوا كده من العين ديت هتحسوا بالفرق. فمثلا لو انا لغيت اللي هي الكلر، هي فعلا لما الغيها احسن عشان هي خلت الستاره محمره، فانا لا، انا مش عاوزه اخلي الستاره محمره. دلوقتي هقول لكم بقى الهيو بتعمل ايه. ماشي، عندنا بنجيب برضو الايمج والادجستمنتس، وهنختار الهيو اند ساتوريشن تاني. طبعا كل الحاجات دي برضو بتلعب في الاضاءه بتاعه الصوره، ولكن انا قلت لكم الحاجات اللي هي المهمه جدا، اللي هي افضل الحاجات في الاضاءه بتاعه الصوره. بس حته الهيو ديت هقولها لكم بتعملوها ازاي. لو انا عايزه العب في الهيو دي، بصوا لو انا لعبت فيها ايه اللي هيحصل، بوظت الصوره. طب امتى العب فيها من غير ما تبوظ لي الصوره وتخلي برضو الحاجه اللي انا عاوزه الونها هي اللي تتلون، لكن ما العبش في بقيه الصوره؟ هوريكم دلوقتي. هنعمل كانسل دلوقتي، بس في خطوه مهمه لازم بنعملها. هنعمل كوبي للي احنا عاملينه ده كله، ناخده كده ونعمل كوبي. هنلغي اللي تحت دي خالص دلوقتي. ودلوقتي هنعمل حاجه اسمها ريسترايز لاير، عشان لازم ارجع اللاير زي ما كان. ماشي، ريسترايز لاير، وهو لما رجعته زي ما كان موجود ايه بنفس الاعدادات اللي احنا عملناها، اللي هي الايه الاضاءه بتاعت الصوره ما غيرناهاش، يعني حلوه وزي الفل زي ما كان. طيب دلوقتي ليه عملت ريسترايز لاير؟ عشان انا دلوقتي عايزه الون حاجه في الصوره بالهيو ديت. فهاجي هنا واجيب اللاسو تول ديت اللي جبتها عشان انا اقدر احدد الحاجه اللي انا عايزه الونها زي ما انا عاوزه. فعايزه احاول ان انا اعمل على الشفايف نفسها، علشان انا عاوزه اغير لون الشفايف. ماشي، هعمل كنترول جي من الكيبورد علشان انا عاوزه، بصوا عايزه الشفايف لوحدها كده، والغي ديت من العين خالص، لازم الغيها، خلي بالكم. وتقفوا عند ايه الشفايف اللي انتوا عايزين تلونوها، وتيجوا عند ايمج وادجستمنت، وهتيجوا عند الهيو.
برضو ممكن تعملوها convert smart object بحيث ان انتوا لو عايزين تلعبوا فيها ترجعوا تلغوها تلعبوا فيها تاني براحتكم. فهنعمل hue من هنا hue and saturation، واجي هنا اختار درجة الروج اللي انا عاوزاها، فانا اخلي الدرجة دي واقول اوكي. وهنا ليه عملت السمارت اوبجكت؟ عشان لو حبيت الغيها براحتي. هو طبعا كده كده ممكن تلغوها لان عاملاها في لاير جديد، ولكن هي حلوة في ايه بقى؟ طب لو انا عايزة ارجع اعدل على اللون ده، لو انا مش عاملة سمارت اوبجكت مش هعرف اعدل، لكن دلوقتي اعرف اعدل. اضغط عليها كليك دبل كليك وارجع تاني اختار درجة تانية خالص، فاهمين؟ فهي دي ميزة السمارت اوبجكت. فاقول اوكي، وهاجي هظهر الصورة اللي تحت، هتلاقوا ان انا كأني غيرت لون الروج، ولكن انا عشان طبعا مش عاملة باللاسو تول، مش مظبطة السلكشن كويس، فهو ده اللي خلى ان الروج مش مظبوط، فاهمين؟ ولكن انتوا بقى تظبطوها كويس جدا وتلونوا لون الشفاف اللي انتوا عاوزينه. عايزين تلغوها تاني من هنا، وهترجع الصورة كما كانت. طيب حاجة كمان انا بعملها في الصور برضو، حابة اقول لكم على كل حاجة، ان انا لو عايزة اشيل عيوب اللي في وشي ديت، انا كواحدة مصوراتية عايزة اظبط الصورة اخلي ما فيهاش عيوب، باجي هنا عند اداة اسمها الداتش تول، عاملة زي العدسة كده تفتح، والبرن تول دي بتغمق. دي هعمل ايه؟ دي مش الحبوب، دي هعمل بيها عينيا. لو العين مثلا لو زي ما انتم شايفين فيها حتت حمراء وفيها حتت عروق كده، في ناس بتحب تكون العين براقة كده وبتلمع، فانا برضو باجي بالاداة ديت. ولازم اللاير ما يكونش معمول له convert smart object، لازم يكون restore layer زي ما هو كده. وهاجي كده اقف عند العين واضغط كليك شمال، فبصوا تلاقوا عينيا بتنور اهي. بصوا افتح من هنا العين شوية خليها عسلي، فاهمين؟ تصغروا الاداة شوية من الكيبورد عند الدال، حرف الدال وحرف الجيم، بتصغروها وتكبروها وتضغطوا كده، ماشي؟ كليكات كده بالماوس. فلو عملت العين التانية بنفس الطريقة، ان انا اكبر برضو شوية البرش، ماشي؟ عشان اعمل كليك 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 كليك. شايفين؟ بصوا لون العين نورت ازاي، في هنا حتة حمراء نعمل لها كليك ننورها، فاهمين؟ فانتوا حاولوا برضو ما تبالغوش في ان انتوا تعملوا كليكات كتير عشان ما تبقاش اوفر، بس خلوها طبيعية. طيب ايه كمان؟ لو عايزين نغمق بقى العكس، اللي هو الاداة اللي هي بيرن تول دي، لو عايزين تغمقوا فدي بتنفع في ايه؟ انا ممكن اعمل بيها حواجبي، يعني ممكن اجي كده عند الحواجب وامشي كده، بصوا هتلاقوا حواجبي بتغمق، ماشي؟ وممكن لو عايزين تغمقوا العين نفسها، ان انتوا تيجوا عند العين تضغطوا ضغطتين، عايزين تغمقوها عادي يعني، فاهمين؟ فهي الاداتين دول، واحده بتغمق واحده بتفتح. دي بنعمل بيها برضو السنان كمان، ممكن نيجي بالداتش دي نعمل السنان. ولكن شوفوا الفيديو اللي انا هحط لكم عند علامه الاي ده للسنان، الفيديو دوت بيسهل عليكم عشان لو عايزين طريقه اسهل للسنان غير الاداه ديت، ماشي؟ بس انا مش هشرحها عشان ما اطولش الفيديو لان شرحتها قبل كده. فبرضو الحاجه بقى اللي هي عايزين نعملها المهمه قوي، اللي انا بتنفعني جدا جدا في الصور كلها، ان انا اظبط الحاجات اللي مثلا لو مش عايزه الحسنه دي، او مش عايزه الحسنه دي، او مثلا عندي حبايه، او مش عارف هنا الحته دي مش مظبوطه، بعمل ايه؟ باجي هنا عند اداه اسمها سبوت هيلين براش. السبوت هيلين براش بتعمل حاجه، ان انتوا لو ضغطتوا ضغط على الحسنه دي اختفت خلاص. بصوا السحر ولا سحر ولا شعوذه. ودلوقتي برضو اضغط هنا الغي الحسنه دي خالص. طيب لو انا عايزه مثلا عايزه اظبط الميك اب هنا في جزئيه مش حلوه مثلا، يعني اهي الجزئيه دي، طيب بعمل ايه؟ طبعا ما تنفعش الاداه دي خالص. اللي تنفع ان انا باجي هنا بالاداه اللي اسمها باث تول. الباث تول ديت بتنفعني جدا في حاجات كتيره قوي بصراحه. انا باخد الفكره واعمل بيها كذا حاجه، ان انا بقف زي ما انتم شايفين بعلم كده زي اللاسو تول، بعلم على الحاجه اللي انا عايزه اظبطها واقف على لاير جديد. ده الافضل ان انتوا تقفوا على لاير جديد وتكونوا ماكتفين اللي هي سيمبل اول لايرز، علشان لو مش ماكتفينها مش هينفع، ماشي؟ واقفه على لاير جديد، وباجي هنا وانا خلاص حددت اللي انا عاوزاه، واجي هنا اقف عند اقرب نقطه علشان اشيل العيب اللي في وشي. لو حسيتوها باينه تعملوا كنترول زد
وكنترول الت زد عشان ترجعوا خطوتين، وهتعملوا ايه بقى؟ تحاولوا ان انتوا تظبطوها ان انتوا تيجوا في اقرب نقطه. يعني انا بعدت قوي فعشان كده كانت باينه، واعمل كنترول دي. فاهمين؟ يعني انتوا تبقى عندكم كل الادوات اللي تقدروا تظبطوا بيها الصوره. لو حسيتوها برده مش طبيعيه بالكنترول زد، يا اما بتيجوا عند الهيستوري، والهيستوري دي بترجعكم ايه؟ بصوا بتضغطوا على لغايه ما انتوا عاوزين. يعني انا مثلا حابه لغايه هنا ماشي، وارجع تاني اظبط اللي انا عاوزاه. فاهمين؟ لو عايزه الوش كله، الوش نفسه يكون الدرجات فيه تكون احسن، ان انا برضو احدده كله، واعمل له كنترول جي. لازم اكون واقفه على خلي بالكم تكونوا واقفين على اللاير الصح. بصوا ايه اللي حصل، انا عايزه الوش زي ما انتم شايفين كده، علشان انا عايزه العب في الاضاءه اللي في وشي شويه. برضو باجي بايه؟ باداه اللي هي الايمج ادجستمنت. يا رب تكونوا فاكرين الهيو اند ساتوريشن. ودلوقتي بقى عايزه اخلي خدودي تكون حمرا شويه. فاهمين؟ بس مش عايزاها قوي، يعني اللي هو حاجه خفيفه. بصوا تفضلوا تظبطوا من هنا الدرجات بتاعه الوش. فبصوا بريفيو انا كده، بصوا قبل وبعد. لو حسيتوها حلوه تمام اوكي، نقول اوكي. بصوا دلوقتي لما بصوا او لعبت في ايه؟ في وشي بس. خلاص كده الصوره عجبتني وانا راضيه عنها قوي. طيب يبقى انا اعمل ايه؟ اجي اسجلها ان انا بحفظها على الويب، او بحفظها اللي هو تسجيل العادي. الويب بنعمل اكسبورت وسيف فور ويب، تمام. وباجي هنا بعمل فيت اون سكرين علشان اقدر اشوف هي هتتحط ازاي على الويب، هيبقى شكلها ايه. وباجي هنا اختار الجيبك زي ما انتم شايفين. لو عايزينها بي ان جي دي اللي هي بدون خلفيه، دي حاجه تانية. لا اللي هي بدون خلفيه، لكن انا بختار الجيبك على طول عشان دي صوره، وبختار الماكسيمم عشان الجوده بتاعه الصوره الكواليتي بتاعتها تكون عاليه. وهنا اوبتمايزد زي ما انتم شايفين، وبعمل سيف وبكتب اسم الصوره اللي انا سجلتها دي. مثلا بكتب اسمي واعمل سيف في المكان اللي انا عاوزاه. بختار المكان اللي انا عاوزاه وبسيبه فيه واقول اوكي سيف واوكي من هنا خلاص. او بتسجلوها بان انتوا تعملوا سيف از، ده التسجيل العادي. وهتعملوا تختاروا اللي هنا لو عايزينها فوتوشوب، يعني عايزين تسجلوا الحاجات دي عشان لو عايزين ترجعوا تعدلوا عليها فبتختاروا الفوتوشوب. لو عايزين تختاروا الجيبك برضو هتختاروا الجيبك من هنا وهتقولوا سيف. تمام. فانا كده خلصت الفيديو النهارده. ما تنسوش بقى لو انتوا اول مره تشوفوني تدعموني بالاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان ينزل لكم كل فيديو جديد. وما تنسوش اللايك بس. وسلام.